شايفين الحاجات البسيطه اللي في ايدي دي؟ يبدو ان هو ميكروسكوب بسيط ومجرد بلطو، ولكن لو انت مهتم بكليه الزراعه وخصوصا بالفتره الحاليه عشان تنسيق الكليات، فاحب اقول لك ان دول يا اخواتي الصغيرين هيلازموكوا ال4 سنين بتوع الكليه. احب اقول لك كمان ان ده المكان المناسب اللي تعرف في اجابه السؤال الاشهر على الاطلاق كل سنه زي دلوقتي: ايه هي اقسام كليه الزراعه وايه هي مجالات العمل في كليه الزراعه؟ ده ليه المكان المناسب عشان اختكم الكبيره مخلصه كليه بقالها فتره كويسه، وكنت الاولى على الدفعه والثانيه على الكليه، ويبدو ان انا عندي شويه معلومات عن الكليه اعتقد ان هم هيفيدوكم. هاتوا ورقه وقلم ويلا تعالوا بسرعه. حصل عطل فني في النضاره فاضطرينا نغيرها لانها اتكسرت. ندخل في الموضوع على طول يا اخواتي، وده فعل كويس جدا. طبعا نتكلم في البرامج مش في الاقسام بالتفصيل، لان من محافظه للتانيه ممكن اسم القسم يكون مختلف شويه. يعني خلينا نخش في الموضوع على طول. يبقى اول برنامج عندنا هو برنامج تكنولوجي الاغذيه او الصناعات الغذائيه، وده بيدرس تكنولوجي اغذيه وبيدرس البان، وفي بعض الكليات مسميه القسم ده فود سيفتي، وبيدرس سواء عربي او انجلش على حسب اختيار الطالب. طيب مجال العمل ايه باختصار؟ مجال العمل هو يا اما بتشتغل في مصانع اغذيه سواء كواليتي كنترول او اشورنس او انتاج. اصعبهم بيبقى الانتاج والكواليتي اشورنس، لان الانتاج محتاج دراسه شويه ومحتاج انت تكون شاطر في الكيمياء كمان، لان بتخش في الفرميولا والتصنيع والكلام دوت في المنتج. طبعا انت كحديث تخرج ما بيدخلكش في الامور ديت، بس بتحتاج ان انت تتعب في المجال ده كتير. الكواليتي اشورنس ده بيكون مهم جدا انت تاخد فيه شهادات كتير زي الايزو زي الهاسب، زي سواء الايزو بقى 9001 او 22000 على 2005. طيب في الفود سيفتي اللي بيخش حاجه خاصه فود سيفتي وبيدرس انجلش، بيبقى هدفه ان هو يشتغل سواء في جيم، سواء ان هو بيشتغل في عيادات في التغذيه العلاجيه، وبياخد برضو كذا دبلومه كده. البرنامج التاني اللي هنتكلم عليه هو برنامج الهندسه الزراعيه، وده غالبا بياخد من علم رياضه، بياخد من مجموع عالي شويه، وبيدرس ورش وميكانيكا وحاجات ليها علاقه بكليه الهندسه بس فيما يخدم كليه الزراعه والمجال العمل بتاعها. وطبعا لما بتتخرج بتشتغل في المعدات الزراعيه والالات الزراعيه وهكذا. طيب تالت برنامج هنتكلم عليه هو اقتصاد زراعي، وفي بعض الكليات بيدرس اجري بيزنس، هو نفس القسم بس المسمى مختلف، ويكاد يكون بس في بعض المواد بالانجلش. القسم ده بيدرس اقتصاد زراعي من اسمه، وبيدرس مجتمع ريفي وارشاد زراعي. ممكن تشتغل في البنوك الزراعيه، ممكن تشتغل في اداره المشروعات، ممكن لو هتعمل محل مبيدات ليك، هتعمل اي مشروع سواء زراعيه كلام من ده، هيكون عندك اكسبيرينس كويسه في دراسه الجدوى والتسويق للمنتج بتاعك، ولكن هتحتاج ان انت تدرس شويه فنيات كماستر، او ان انت على الاقل اتليست تعمل دبلومه في القسم اللي انت هتعمل فيه المشروع بتاعك. ندخل للبرنامج اللي بعده وهو الانتاج النباتي. في بعض الاقسام بيسمي قسم بساتين لوحده ومحاصيل لوحده وخضر وفاكهه لوحده ونباتات يعني بيقسم قسم المحاصيل لوحده والبساتين لوحده، بساتين تحتها خضر وفاكهه ونباتات زينه وزهور قطف وطبيه وعطريه. وفي بعض الكليات بيقسم انتاج نباتي بيندرج تحت كل الحاجات دي. فمن اسمها طبعا ان انت بتدرس خضار وفاكهه، بتدرس بقى نباتات زينه وزهور قطف وطبيه وعطريه زي ما احنا قلنا ومحاصيل، بحيث ان انت لو اتخرجت تعرف تشتغل في مزارع في الحاجات دي كلها على حسب التخصص بتاعك طبعا اللي انت اهتميت بالدراسه فيه اكتر، وخصوصا لو كملت ماستر قصدي. بتشتغل في مزارع، بتشتغل في صواب زراعيه، بتشتغل في مشاتل، بتشتغل في محلات مبيدات، برضو بتشتغل في إدارة التسميد كدعم فني في بعض شركات الأسمدة، بتشتغل في مصانع. لو انت شاطر قوي يعني في الدراسة هتشتغل في الحاجات التكنيكال بعد ما تتخرج على طول، لان دوت اكتر قسم هو بيدرس لب كليه الزراعه. بعد كده عندنا البرنامج بتاع وقايه النبات وامراض النبات وفسيولوجي نبات ووراثه. ده طبعا من اسمه بيدرس الامراض اللي بتصيب النباتات، سواء هنتكلم على الافات، الحشرات الاقتصاديه، الامراض، الوراثه بتفاصيلها بقى لان الجينيتكس كتير قوي دراستها تقيله كمان. القسم دوت برضو تشتغل فيه، ممكن تفتح محل مبيدات، ممكن تشتغل في مصانع مبيدات، ممكن تشتغل في مراكز بحثيه، ممكن لو جبت تقدير كويس من اكتر الاقسام اللي بيعينوا فيها معيدين في اغلب الكليات يعني عشان هو عملي بحت،
في معامل كتير جدا. ممكن تشتغل في معامل التحاليل الطبيه وتعمل دبلومه، بس مش هتاخد لقب دكتور، هتاخد اخصائي تحاليل طبيه. ممكن تشتغل برضو في معامل الانسجه. بعد كده عندنا قسم اراضي وري، طبعا ده برضو من الاقسام اللي بتدرس زراعه بحت. بيكونوا شاطرين جدا 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 في تحليل التربه، وممكن تفتح معمل تحاليل تربه. ممكن تشتغل برضو في معامل الانسجه، وهيبقى سهل عليك شويه ان انت تفهم تسميد في ارض الواقع لو انت درست القسم ده واهتميت بيه كدراسه كويس. عندنا بعد كده في قسم الانتاج الحيواني والداجني والسمكي، من اسمه طبعا مزارع انتاج حيواني، مزارع سمكيه. اقول لك تاني باختصار الحاجات اللي ممكن تشتغل فيها لو اتخرجت من كليه زراعه، من فوق من اعلاهم لاقلهم. اول حاجه لو جبت تقدير ممكن تشتغل معيد. تاني حاجه المراكز القوميه للبحوث، مراكز البحثيه في كل حته، مركز متوقعات المبيدات، كل الكلام ده. ممكن تشتغل في المينا، ممكن تشتغل او الحجر الزراعي طبعا. ممكن تشتغل في البنوك الزراعيه، ممكن تشتغل في معامل التحاليل، ممكن تشتغل في معامل التربه، معامل الانسجه، ممكن تشتغل في مزارع، صوب زراعيه، محلات مبيدات، مصانع مبيدات، مصانع تسميد، مصانع اسمده، كل الكلام ده. طبعا المناحل، ممكن تشتغل في مصانع الاغذيه، وممكن تشتغل في اللاندسكيب، ممكن تشتغل في مشاتل نباتات الزينة وزهور القطف، ممكن تشتغل في النباتات الطبية والعطرية. ممكن تعمل دبلومة زي ما احنا قلنا وتشتغل في مجال التحاليل الطبية. ودي كانت نبذة مختصرة